اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. صباح السعادة، صباح الرضا، صباح الهنا، صباحكم ابيض زي اللبن الحليب، صباحكم ابيض زي قلوبكم. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد، كله نشاط وحيوية وطاقة ايجابية. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفادي منه. يلا بينا بقى كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول يا بركة بسم الله، ونشوف يومنا النهارده وروتيننا في ايه. زي ما انتم شايفين كده، في الحقيقه ده كان روتين يوم الجمعه وانا كنت لسه عند امي. فزي ما انتم شايفين كده بقى كنا مطلعين فراخ وهنعمل كمان ممبار، فقلت بقى اعمل روتين حلو معاكم كده مشجع يشجعكم ويحمسكم، ونرجع بقى لفيديوهاتنا الجميله والطاقه والحماس وفيديوهاتنا اللي كانت بتدينا نشاط وطاقه ايجابيه. تعالوا بقى كده، بدات اول حاجه زي ما انتم شايفين طبعا انا كنت نقع الفراخ والممبار في ليمون. قلت بقى كده على ما نفطر وبعد كده نقوم نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين بقى جبت حله على النار كده، قلت بقى اخرط فيها البصل عشان اعمل التسبيكه. انا ببدا في الحاجه اللي هتاخد مني وقت، بحيث بقى ان انا على ما اعمل التسبيكه بتاعتي او على ما التسبيكه بتاعتي تتسبك اكون علقت بقى على الفراخ كده وتبلتها، بحيث ان احنا بقى ما نفضلش طول النهار واقفين في المطبخ، ننجز بقى في السريع كده ونخلص كل اللي ورانا. هنا بقى خرطت البصل كده، قلت بقى ايه، ابتدي اعمل التسبيكه زي ما قلت لكم. هنزل بقى بالزيت وهنزل بقى بمعلقه سمنه. السمنه دي خليط ما بين السمنه النباتي والسمنه البلدي. دايما امي ما بتحب تعمل سمنه وكده بتعمل خليط ما بين السمنه الاتنين، يعني بتستعملها بقى للتقليه، للتسبيكه، لاي حاجه زي ديت، او حتى للرز بتستعمل السمنه مع حاجه بسيطه كده من الزيت. زي ما انتم شايفين كده بقى حمرنا البصله بتاعتنا ونزلنا بالطماطم. انا كنت ضاربه طماطم حوالي كيلو الا ربع من الطماطم، وهنبتدي بقى ننزل بقى عليها بالتوابل. انا بحط الملح والسكر بس. انا في الحقيقه بحب احط كل التوابل في الخلطه بتاعه المحشي وانا قبل ما بحشي، يعني ما بحطهاش في التسبيك. زي ما انتم شايفين بقى حطيت الملح وحطيت معلقه من السكر، وهسيب التسبيكه بتاعتي بقى تتسبك براحتها. حطيت معلقه السكر ليه؟ عشان نظبط درجه حموضه الطماطم، وعشان بقى لما تاكلي الحاجه اللي انت مسبكه لها التسبيكه ما تعملش بقى حرقان وتتعب المعده زي ما احنا متعودين مع بعض. جيت هنا بقى حطيت حله على النار ونزلت بقى بالفراخ. طبعا شطفت الفراخ كويس قوي، وانا ما بحطش اي ماده دهنيه في الفراخ. الفراخ دي بلدي يا بنات وسمينه الصراحه، يعني كانت الشوربه بتاعتها سمينه جدا. فبنزل بقى بالفراخ بتاعتي كده في الحله زي ما هي بدون اي ماده دهنيه، وبحط بقى عصير من الطماطم، وبحط بصل، بقطع بصل طرنشات، وبحط ملح وفلفل وورق لوري. انا متعوده في الفراخ بحط الملح من البدايه، يعني مش بستنى ان هي تدخل نص سوا في الحقيقه عشان تبقى مملحه كده وتبقى حلوه. وبحط ورق لوري زي ما قلت لكم، وحبهان ومستك. هسيب بقى كل الحاجات الحلوه دي كلها بقى مع بعض، الفراخ تتشوح. وقلت بقى اغسل الخضار. بصراحه كانت ماما بقى نضفت الخضار كده ليا وبعتته لي المطبخ، فقلت بقى اغسله كده بديله شطفتين وهسيبه يتنقع شويه. يعني بحب انقع اي حاجه، اي خضار بالذات بحب انقعه شويه في الميه وبعد كده بشطفه تاني وبستخدمه. يلا بقى، لو انت وصلت لحد هنا معايا من الفيديو ما تحرمنيش من لمسة ايدك الحلوة على اللايك. ولو انت اول مرة تشوفيني، انا ام لينا ودي قناتي، قناة ست بيت لهلوبة. بقدم فيديوهات وروتينات وفلوجات وكل حاجة حلوة. خدي لك لفة بقى في القناة كده، انا متأكدة ان شاء الله ان هي هتعجبك. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، ويديمكم يا رب دايما نعمة في حياتي، ووجودكم يبقى مستمر معايا دايما ودايما، وتكبروا عيلتي الصغيرة واكبر بيكم. زي ما انتم شايفين كده بقى كانت الفراخ بتاعتي بقى اتشوحت. هبتدي انزل عليها بقى بالمرقه. في الحقيقه انا بحط ميه عاديه، ما كانش يعني ما سخنتش ليها ميه، انا عارفه ان الفراخ دي بلدي وهتاخد وقت في السوى، فحطيت ميه عاديه خالص من الحنفيه. زي ما انتم شايفين الشوربه بتاعتها عامله ازاي زي الكهرمان. وكانت التسبيكه بتاعتي كمان كانت خلاص على وشك ان هي تتسبك. هنا بقى في الوقت ده بصوا والله قلت بقى ايه، نقعد بقى قاعده ارضي كده. في الحقيقه ما كنتش قادره اقف، فقعدت بقى كده وقلت احشي بقى الممبار وانا قاعده. التسبيكه بتاعتي اتسبكت، وطبعا كنت خرطت الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين اهوت. وهبتدي بقى احط التوابل. طبعا انا كنت حاطه ملح في التسبيكه، بس كنت يعني دايما بعمل حساب ان لو التسبيكه بتاعتي احتاجت بحط تاني. احط معلقه ونص من الكمون، وبحط معلقه من بهارات المحشي، وبحط نص معلقه من الفلفل زي ما انتم شايفين اهوت. وهبتدي بقى اقلب التوابل بتاعتي في الرز. زي ما قلت لكم انا بحب احط التوابل في وقت ما اكون بحشي. زي ما انتم شايفين اهوت، حسيت بقى ان المحشي بتاعي عايز كمان تسبيكه. انا كنت شايله معلقتين كده على جنب،
فقلت بقى لينا هاتي لي يا لينا الطبق اللي فيه التسبيكه. خدت بقى معلقه كده، وهبتدي بقى اقلب الخلطه بتاعه المحشي بتاعتي كويس، وهبتدي احشي. صلتوا بينا على النبي يا بنات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تعالوا بقى كده شوفوا، قلبنا بقى الخلطه بتاعتنا كده، وهنبتدي بقى ايه نحشي الممبار بتاعنا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هنا بقى في الحقيقه قلت لنا بقى ايه كده، ايه ظبطي عليا الدنيا كده وروقي المطبخ حواليا. انا بحب دايما يعني بصوا يعني اخلي بنتي تشاركني. يعني بالرغم ان لينا سنها صغير، بس انا ما بحبش اركنها. يعني لو لاحظتوا في الفيديوهات بتاعتي، وهي اليوم اللي بتكون موجوده معايا فيه او في الاجازه او كده، بحب ان هي تساعدني، بتاخد على الوضع. والبنت يعني بصوا هي بصراحة عندها القبول ان هي تعمل. يعني حتى تقول لي يا ماما، ما اكون بعمل حاجة تقول لي يا ماما انا اساعدك. فانا يعني بحب دايما ان هي تشاركني لو كنت بعمل حاجة. فقلت لها بقى الصراحة كده، شيلي بقى التوابل اللي عندك دي وحطيها في مكانها. هنا بقى ابتديت احشي الممبار بتاعي. طبعا انا بحشيه يعني ايه وسط، يعني لا بملى قوي الممبار، ولا بيبقى خفيف في الحشو. يعني بصي لا تمليه قوي تكبسيه عشان يستوي، عشان بتدي براح للرز بتاعك ان هو ياخد مساحة ويستوي. زي ما انتم شايفين اهوت. حشيت بقى، بصوا انا فصلت بقى الكاميرا في الحقيقة في الوقت ده، وخلصت بقى كده كله الممبار اللي قدامي كله. وبعد كده هبتدي نشوف هنعمل ايه. اهو زي ما انتم شايفين اهو. لا اله الا الله. طبعا انا كانت ماما جايباه وكانت غسلاه. وطبعا كمان قبل ما يعني بنغسله وبننقعه في ليمون. وقبل ما اليوم الحشو او اليوم اللي احنا بنطلعه فيه، بنطلعه مثلا من بالليل او مثلا وقت بدري من الصبح، وبنعصر عليه ليمون وبنسيبه لحد ما نيجي ايه نستخدمه. هنا بقى كنت في الوقت دوت خرطت بقى بصلايه وطماطمايه، وحطيت مكعب من الماجي، وحطيت ملح وفلفل. وعملت بقى المرقه اللي قدامكم دي، اللي انا هبتدي اسلق فيها الممبار. شايفين المرقه عامله ازاي؟ يعني انت لو ما عندكيش مرقه هتسلقوا فيها، تقدري تعملي زي ما انا عملت كده، بصلايه وطماطمايه ومكعب من الماجي وملح وفلفل. وبتديها دعكه بسيطه كده، وبتبتدي تحطي فيها مثلا حوالي لتر او لتر ونص من الميه، وبتسيبيها تغلي على النار. وبتنزلي بقى بالممبار بتاعك جوه المرقه دي. في الحقيقه بصوا والله العظيم ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا. يعني لو انت ما عندكيش المرقه، بتقدري ان انت مثلا ايه تعملي زي ما انا عملت كده. عندك بقى مرقه او شوربه او كده، تقدري تسلقي فيها عادي، ما فيش اي مشكله. وزي ما انت شايفه كده، اول ما بننزل بالممبار هو بقى يعني بصوا على طول بيقفل بقى الجوانب بتاعته زي ما انتم شايفين كده، وبيمسك نفسه وخلاص، ما فيش اي رز بيقع. طول ما انت مش مكتره رز في الممبار و حشواه الحشو بتاعه مظبوط، مش هيطلع منك اي رز. وهنا بقى الفراخ بتاعتي كانت دخلت في السوا. هنا بقى كان الممبار بتاعي غلى اهو. قلت بقى برضو ابص عليه بصه كده، ودايما ايدك فيه عشان لما يستوي ما يلزقش منك بقى زي ما انتم شايفين اهو. هنا بقى حسيت ان هو محتاج شويه من الملح كده، فحطيت له حبه من الملح. يلا بقى حطي لي لايك حلو كده من ايديك الحلوه، وشيري الفيديو، وقولي لاخواتك واصحابك وحبايبك ان ام لينا ابتدت تنزل فيديوهات تاني. ان شاء الله راجعين بقوه، راجعين ان شاء الله فيديوهات حلوه جدا. ان شاء الله انتظروني في الايام اللي جايه. ان شاء الله هنعمل فيديوهات حلوه، تنظيفات ان شاء الله الشتاء، وان شاء الله تعجبكم. زي ما انتم شايفين هنا بقى كنت حمرت بقى الفراخ، وكنا عملنا كمان طبق من الملوخيه، وحمرت الممبار بتاعي، وكنت عملت بقى حبه من الرز الابيض زي ما انتم شايفين كده. شايفين الجمال؟ والله العظيم كان طعمه حلو جدا جدا. اعملوه على طريقتي يا بنات وان شاء الله هيعجبكم. هنا بقى كنت حمرت الفراخ طبعا زي ما انتم شايفين اهوت. وابتدينا بقى نحط الغدا. وزي ما قلت لكم ده كان يوم الجمعه او روتين يوم الجمعه، كنت لسه موجوده فيه عند امي. ربنا يا رب يخليهم وما يحرمنيش منهم ابدا، ويديم يا رب وجودهم في حياتي. زي ما انتم شايفين ده كان يومنا النهارده وروتيننا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، وتحبوني زي ما انا بحبكم، وتدخلوا قلبي زي ما انتوا في قلبي. يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا، ويديمكم نعمه دايما في حياتي، وقناتي تكبر بيكم وبوجودكم معايا ووجودكم في حياتي. وعايزه اقول لكم ان انتم، انا مش هكبر غير بيكم وبوجودكم معايا. محتاجه منكم وقفتكم جنبي. بحبكم في الله. أسيبكم في رعاية الله وأمنه. بحبكم جدا جدا. مع السلامة حبايب قلبي.
مع ألف سلامة.